أهلاً من جديد. خلونا نتخيل هذا الموقف. كاتب مشهور جداً في مجال الروحانيات، ويجي شخص يقول له كل اللي بتعمله هو إنك بتقرأ الخرائط، لكنك عمرك ما مشيت على الطريق. هذا بالضبط هو جوهر التحدي الفكري المثير اللي وجهه الصرخ الحسني لكمال الحيدري. تحدي بيضرب في صميم فكرة المعرفة الروحية نفسها. طيب، عشان نفهم الصراع ده كويس لازم نفهم كلمة السر: العرفان. العرفان يا جماعة مش مجرد معرفة نظرية بنلاقيها في الكتب، لا، الموضوع أشبه بإنك تدوق الأكل بنفسك بدل ما تقرأ وصفته، أو تحس بحرارة الشمس بدل ما تدرس فيزياء عنها. هي دي المعرفة المباشرة اللي بتيجي بالتجربة والكشف، وهنا بالظبط نقطة الخلاف كلها. إذن إحنا دلوقتي قدام مفارقة أساسية جداً، اللي بنشوفه من بره مقابل الحقيقة اللي جوه. هل يا ترى اللي بيظهر من شخص معين هو فعلاً انعكاس لخبرته الحقيقية، ولا هو مجرد قناع متقن الصنع؟ ده هو السؤال المحوري اللي بيطرحه النص. وهنا بنوصل لسؤال جوهري جداً: هل لو شخص قرأ كل الخرائط في العالم ودرس كل الطرق ده بيخليه رحالة خبير، ولا الخبرة الحقيقية ما بتجيش إلا لما يمشي على الطريق ده برجليه؟ هو ده تماماً الفرق اللي بنتكلم عنه بين المعرفة النظرية والتجربة الحية. وهنا بالضبط المفارقة دي بتتوجه زي السهم مباشرة لكمال الحديري. حسب النقد ده، الصورة اللي بتتقدم للناس هي صورة العارف اللي وصل لمقامات روحية عالية، لكن الحقيقة اللي بيطرحها الكاتب هي إن ده مجرد غلاف بيخفي وراه باحث بيقرأ عن تجارب ناس تانية من غير ما يعيشها هو نفسه. التناقض ده بين الظاهر والباطن مش مجرد فكرة مجردة وخلاص، لا، ده أساس لاتهام مباشر وصريح. النص مش بيلمح، لا، ده بيصرح وبشكل واضح إن الحيدري مش من أهل العرفان. لاحظوا قوة الكلام هنا. النص مش بيسيب أي مجال للشك، بل بيقدم حكم قاطع. الادعاء هنا مش مجرد رأي، لا، ده تأكيد جازم. بيقول إن الحيدري من وجهة نظر الكاتب بعيد كل البعد عن تجربة العرفان الحقيقية. طيب، الحكم القاطع ده مبني على إيه؟ النقطة المثيرة للاهتمام هنا هي إن الحجة مش بس مبنية على تحليل لكتبه، لا، دي مبنية على مراقبة سلوكه العام وشخصيته. الكاتب شايف إن طريقة حياة الحيدري الظاهرة للناس مش متفقة أبداً مع صفات وسلوكيات أهل العرفان الحقيقيين. لكن إيه هي الأدلة الملموسة اللي بيقدمها النص عشان يدعم الادعاء الكبير ده؟ خلونا نشوف إزاي الكاتب بيبني قضيته خطوة بخطوة. للوهلة الأولى لما بنشوف العناوين دي بنقول خلاص، ده دليل قاطع على خبرة المؤلف. مقام الحب، العرفان، طبيعي جدا نفترض إن اللي كتب الكلام ده خبير وغارق في العالم ده، وده بالظبط اللي بيخلي حجة الكاتب الجاية مفاجأة جدا. وهنا بيجي التحول الجذري في الحجة. الكاتب بيقول إن الكتب دي كلها بتثبت حاجة واحدة بس، إن الحيدري باحث متمكن، لكنها أبداً ما بتثبت إنه من أهل الذوق، يعني إنه ذاق الحقائق دي بنفسه. في فرق شاسع بين اللي بيوصف الطريق واللي بيمشي فيه فعلا. لكن الكاتب مش بيقف عند الاتهام وبس، لا، ده بيروح لأبعد من كده بكتير. بيحط تحدي مباشر وبيخلي الحيدري قدامه مفترق طرق، عنده خيارين 2 بس. الخيارين المطروحين واضحين جدا. الأول، الصراحة التامة، إنه يعلن ببساطة إن معرفته نظرية وإنه مجرد باحث في نصوص الصوفية. الثاني، الإثبات. لو بتدعي إنك وصلت يبقى لازم تثبت ده بأدلة عملية، بكرامات وبراهين تتجاوز حدود الكلام والكتب. في النهاية التحدي ده كله بيختصر في سؤال واحد بسيط ومباشر: هل معرفتك هي معرفة الأكاديمي اللي بيحلل الظاهرة من بره، ولا هي معرفة العارف اللي بيحترق بنار التجربة من جوه؟ ما ينفعش الإجابة تكون الاتنين. وفي آخر النص النبرة بتتغير تماماً. الموضوع ما بقاش مجرد اتهام أو تحدي فكري، لا، ده بيتحول لنصيحة أخيرة وتحذير من عواقب وخيمة. هنا القضية ما بقتش نقاش فكري ممكن نكسب فيه أو نخسر، لا، دي بقت مسألة مصيرية ليها علاقة بالآخرة والنجاة الروحية. الدعوة دي لإنقاذ النفس بترفع سقف المخاطر لأعلى مستوى ممكن. والتحذير الأخير ده هو يمكن الأكثر إثارة للقلق. المسؤولية هنا مش بس خلاص النفس، لا، دي بتمتد وتشمل أرواح الأتباع. الفكرة إن الغلط هنا مش شخصي، ده بيتحول لذنب جماعي بيتحمله الشخص اللي كان سبب في ضلالهم. وفي النهاية الجدال ده بيسيبنا مع سؤال أكبر بكتير من الشخصيتين دول:
في أي مجال في الحياة، السلطة المعرفية الحقيقية موجودة فين؟ هل هي في قراءة آلاف الكتب وتحليلها، ولا في التجربة الشخصية العميقة والمعايشة؟ سؤال بيفضل مفتوح وبيستحق مننا كلنا تفكير عميق.